السلام عليكم الشيرات، كي راكم دايرين؟ صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. جيتكم مشتريات، ماشي هذه المشتريات، مشتريات واحده اخرى شابين عجبوني. تبعوا الفيديو الاخير، هذه غير مشتريات خفيفه الشيرات وريتها لكم، يعني هكا ماهيش كل يوم ولا شريتها هكا، ماشي قلت لكم في الشهر شريتها غير هكا، كانوا خاصيني. وروحوا تشوفوا المشتريات الجميله اللي شريتها واعطوني رايكم، يعني مشتريات بسيطه جدا وعمليه في نفس الوقت. وتاني الشيرات قعدوا معايا لاخر فيديو، على خاطر غادي نهضروا واحد الموضوع جد جد مهم لولادنا، اللي راهي دور هاد اليامات على كرة القدم. لوليداتنا المتوسط، بالك نقولوا حنا ثانوي شي مثقفين، ولكن في المتوسط، في انا هذو اللي يهموني في الابتدائي فقط. نعطيكم افكار، نعطيكم يعني معلومات تعطوها لوليداتكم وهكا تثقفوهم. فهمتوا خواتاتي؟ هذه الشيرات شريتها تاع الوذنين، تعرفي علامه هكا تجبد يعني الوسخ في الوذن حاشاكم. شريتها، شوفوا عمليه وشابه بالبزاف. اعطوني رايكم خياتي، غتقولوا لي يعني هذا، ولكن صدقوني عمليين جدا. انا شحال من خطره نكون راكده هكا وذني تاكلني، دونك يعني ملاح عمليين. قولوا لي هنا الشيرات شريت في هذا المشتريات الجميله جدا. هذا صار لها كي طاوه، الشيرات طاوه وممتوع عمليه تاع قدره. قد اللي نوصف لكم فيها ما نقدرش نوصفها، تعرفوا ثقيله ثقيله رصاص. كنت ناويه نشري طاوات، ولكن كي شريتها وعجبتني قلت نكوموندي واحد اخرين زوج، راني كومونديت واحد اخرين، وبالك كون يكون عندي نزيد واحد اخرين زوج. عجبوني وراهم يبيعوا فيهم بون بري، باسكو تيفال في الاوريجينال شوفوا شحال ثقيله. ما فهمتش علاه يبيعوا فيها 99,000 بريز، قولي 100,000، لكنها عمليه جدا. هادو تاع تيفال في الاوريجينال ديجا دايرينها ميد ان فرانس. وحده قالت لي على الكويزينيير، يعني مصنوعه هنا في الجزائر. دوك نوضحكم ثاني هذا الامر، الشيرات تاع صوالح اللي يكونوا اوريجينال ويكونوا مصنوعين في الجزائر، وكيفاه يعني شحال من خطره تروحوا تشرو يقول لكم باللي تسقسوهم تقول لهم نتوما هذه اوريجينال، ولكن هذه ماركه تاعها فرنسيه، اذا هي راهي فرنسيه. لا، دوك نفهمكم. هادو الشيرات قاشير تاع السيليكون، من برا جايين تاع كتان ولاصق فيهم الداخل كي السيليكون. ديري فازلين ولا تضربيهم في كرعيك، يعني يولوا ما شاء الله. ثاني عمليا انا راني نفكركم الشيرات، يعني شحال من وحده تقعد تقول شخصني في الدار يعني امور شخصيه ليها. وهذه الشيرات تاني شابة، تقدري ديري فيها حتى الفاكهة العادية، ولكن أنا زعما قررت ندير فيها فاكهة يعني مصطنعة، ونديرها زواقة فوق الطابلة في رمضان، ولا مشي في مشروع مشي في رمضان، الشيرات هكا نحطها في الطابلة هكا ديكور. عجبتني يعني ما شاء الله، شابة تاع لوح. شوفوا كيف تنحل، عجبتني. قلت نشري هذوك تاع البلاستيك، هذوك تفاح بانان، تزوقيها في الكوزينه في الطابله تجي شابه عمليه. انا ما عرفتش كي نحلها، ولكن من بعد عرفت كيفاه نحلها. شوفوا كاين ماركات وحده تقول لك باللي ماركه هذه فرنسيه، اذا يعني راهي 100% فرنسيه. لا، اي صوالح راهم شنوه ولا مركبين في الجزائر. كيف يديروا؟ مثلا شريتي حاجه مثلا ميكرووند، نقولوا حنايا ماركه ميديا يعني فرنسي، ماهوش معناه ان هذاك راه فرنسي 100%. لا، ماركه هي فرنسيه، وكي تبغي تنصنع في الجزائر كيفاش يدير؟ احنا ما عندناش حاجه جايه ديريكت من فرنسا. الغيار هذاك جاي من فرنسا كيما نقولوا احنا، ويركبوه في الجزائر. فهمتوا خواتاتي؟ هما يدوا الاذن من الشركه، باسكو حتى يسنيوا من الشركه يعطوها الاذن، تعطيهم الاذن انهم يخدموا ديك الحاجه كيما تاعها، ويدوا الماركه نتاع الشركه، يعني يسنيوا على الشركه باللي راح نخدم انا ميديا، تعطيني اسم الشركه يخلصوا عليه ويخدموا هذيك الحاجه تاع كيما نتاع تقريبا، ما غاديش يخرجوا 100%، تقريبا كيما نتاع الشركه هذيك تاع فرنسا ولا فهمتوا، ولا بريطانيا ولا شركات. انا شريت وريتكم المقص. شوفوا خواتاتي، هذا ما ندمتش كي شريته 350، ما ندمتش كي شريته خواتاتي. عليها نقول لكم زيدوا لمدوا وشروا حاجه تكون سوليد، يعني تكون مليحه. فهمتوا خواتاتي؟ كيما هذا دايرينه ميد ان ايطالي، ماهوش معناه باللي ايطاليا 100%. هو كيما نقولوا حنا يدوا الماركه تاع ديك الشركه، الماركه مثلا معروفه، مثلا ميديا، كيما نقولوا حنا براند، هادو الشركه المعروفين، ارتو مارتا ولا ارستون، وكاع يدوها
شريت هذا البنك للدوش، يدوها يخدموا كيما كيفها، وهذيك الماركه يسنيو عليها لي الشركه تقول لهم خدموا كيما نتاعي، ما تخدموهاش يعني طايحه وتخسروا لي الاسم تاعي. هذه هي كي يقول لك واحد او شريت هذه الحاجه شريتها تاع فرنسا ولا شريتها تاع امريكان، ولا ماهوش شراها يعني الاوريجينال الحقيقيه، هي الكوبي، يعني هما صنعوها بالكوبي تاع هذيك الاخرى، ولكن يصنعوها يعني لازم عليهم يصنعوها مليحه، ما غاديش يخدموها 100% كيما الحاجه الاوريجينال. فهمت الشيرات؟ اذا فهمتوني ولا لا، ولا قيلوني من هذا الموضوع ماهوش تاعي. شوفوا الشيرات المشتريه الثاني شريت هذه في ميسكم شواله، في ميسكم صح، في ميسكم هذه اللي راني نحل فيها شواله، هاي عليها درت لكم على المقاس الشيرات، غادي طليتوا عليها غير كيما هكا، كتبوا خفوا قولوا فوالا. هذه تاع الزيت الشيرات، كاينين لهم يتباعوا 20,000 فهمتوا، كاينين لهم يتباعوا 25,000، انا شريتها هذه 90 80,000 85,000، ولكن صوليد في الصوليد فهمتوا الشيرات، يعني ما تضيعليش كيما واحد الاخرى اللي شريتها طرت قالت لي تما عند البوشون وتاني ما ولتش تبزط لي فهمتوا. وكاين اللي خير منها، كل وحده وعلى حسب، هما كاع يبسطوا الزيت بصح كل وحده والكاليتي تاعها. هذه هي خواتاتي، كل ما تزيدي في السومه تزيدي في الكاليتي، كيما المقص، كيما درك المقص ما ندمتش عليه. شوفوا شحال من وين راني شريتها، صورتها معاكم دي مده ما شاء الله. ولا الاخر اللي شريته ب30 تصدالي وطرطق، لا اختي نزيد شويه ونشري حاجه تقعد لي دوام فهمتوا خواتاتي. هذه هنا شريتها، كاينه واحده الشبكه تاعها جايه من هذوك اللي تصداو دوك الشبكات الرقاق اللي نصفوا بهم الحليب، بالك راكم عارفينهم. وكاينه هذه اللي تصفوا كيما تاع الحليب راهم يديروا 30,000، انا هذه شريتها نورمالمون 90,000، هي نورمالمون زايده شويه ولكن تبالي بلي راهي صوليد بالقوه كاع، ونخدم بها هكا مانيش عارفه اش نخدم بها، كيما الحوت كيما يقولوا لك لا تشري في الحوت. المهم شريتها وصاي الشيرات عجبتني صراحه وما ندمتش على حاجه يعني زياده في الدار ما تكون صوليد وتكون مليحه، ما نندمش كي نشريها. اعطوني رايكم خواتاتي. وعلى البنك كنت نقرقر شفتوه تعرفوا متين بالبزاف اللي صورتها لكم وعجبني صراحه، وشوالك سير شويه كتجمع عليه كيما انا وزن ما جيت نجمع عليه بالكشايف، شغل جاي شويه قصير ماشي في المتونيه متين بصح في الطوليه جاي شويه قصير. هذه هي خواتاتي، هذو هما المشتريات اللي شريتها. اعطوني رايكم وقولوا لي في التعليقات اذا عجبتكم ولا لا. وكاين موضوع الشيرات غادي نتطرق عليه، قلت لكم على اولادنا في المتوسط والابتدائي. شفتوا هذاك المشجع تاع الكونغو شيرات، هذاك المشجع كان يمثل في مجاهد تاعهم كيما حنايا من نقولوا حنا عربي بالمهيدي تاعنا، كان يمثل فيه في وقت كانت عندهم الحرب كيما حنايا ضد بلجيكا، يعني بلجيكا حاربتهم. هذاك المجاهد تاعهم شغل قدر باش يخرج بلجيكا ولا باش يسيطر عليها في بلادهم، وكان في عمره صغير ثاني ذاك 17 عام هكاك. من بعد لغات له بلجيكا قالت لها رواح باش نتفاوضوا منا راح لبلاد بلجيكا، ثم بلجيكا يعني كملوا عليه وقطعوا له صباعتين من صباعاته وسنة تاع ذهب نتاعو خباها رئيس بلجيكا ثماك عنده. بمرور الزمن يعني رجعوا هذاك الجثة تاع هذاك المجاهد تاعهم تاع الكونغو رجعوه لبلاده. وكي رجعوه الشيرات من فاتت اعوام واعوام رئيس هذاك بلجيكا توفى، وبنته لقات في الدار تاع باباها 2 صباعات وسنه تاع هذاك المجاهد، رجعوهم الكونغو البلاد يعني البلاد الاصل تاع هذاك المجاهد. وهذاك المجاهد يعني زادوا سكان تاع الكونغو زادوا زعما كبر في النظر تاعهم انه مجاهد يعني قاسى وعانى على جال بلاده. فالذروك يعني ناس كونغو لازم نوعي اولادنا عليه. هذاك المشجع الشيرات طلع في هذاك الكرسي ولا دار هكا 2 صباعات كيما هكا بيديه وقعد 90 دقيقه واقف يعني تكريما للمجاهد تاعهم. يعني حنا هنايا انا المغزى تاعي هنا واش هو انه نثقفوا ولادنا. يعني بزاف قال لي ولدي قال لي ماما الدراري شتهم يطلعوا فوق الطابله فوق الكراسه ويستهزئوا بهذاك المشجع يديروا كيما هكا ويقعدوا يضحكوا.
دونك الشيرات لازم نثقفوا ولادنا باللي هذا كان يمثل مجاهد كيما احنا ما نبغوش على المجاهدين تاوعنا، حتى هو كان يمثل على المجاهد تاعهم. دونك لازم علينا أن ننتحوا له، ولازم علينا أن نستعرفوا بالمجهود اللي داره على جال المجاهد تاعهم، ونثقفوا وليداتنا يعني من باب الثقافة أن نعطيهم هذه الفكرة، ونقول لهم باللي هذا كان يمثل ولد بلاده، يعني مجاهد تاعهم هما عندهم ثم في الكونغو. لازم نحترموا هاد الأمور، فهمتوا؟ نعلموا ولادنا ونثقفوهم، ومن كيما ولدي قلت له كي تلقى صحابك قول لهم القصة، قول لهم بلي هذاك المجاهد تاعهم مثله، ما نستهزئوش عليه. فهمتوا الشيرات؟ هذه كفكرة ومعلومة بغيت نعطيها لكم، وماذا بيا توصلوها لوليداتكم باش يثقفوا ويثقفوا التلاميذ اللي يكونوا معاهم، وهكاك تعم الفائدة وتعم الثقافة اللي بيناتنا. انا الشيرات هذا هو حشانة تاع وليداتي، درت لهم هنايا الطعام كان باقي لي ما بغيتش نرميه، تعرفوا جا بنين بهذاك السمن اللي صورته لكم، بنته وحدها. درت الفلفلة ولدي بغاها مزيتة كيما هكا، وانا حقيقة حطيت هذاك الطعام تعرفوا جا بنين واحد السمن فيه واحد الذوق واحد البنة. اللي جرباته تقولي في التعليقات حبيباتي مع اللبن ايش نقولكم. ودرت لهم كاسكروطات كيما شفتوا الكفتة كنت نقلي فيها الشيرات، درت فيها البصل، درت فيها الثوم، جات واحد الكفتة ما عندي ما نقول. عمرتها لهم في الكاسكروطات كيما هكا وكلاوها وما شاء الله وتبارك الرحمن. الشيرات ما تنسونيش بالجام، ما تنسونيش بالتعليق شباب كيما نتوما، وعلى بالي باللي راكم زيخيني بالتعليقات الشابة. ونقولكم ان شاء الله في فيديو القادم غادي نحضر تحضيرات للناير اللي عمري ما حضرتها، قلت السنة ان شاء الله نعول اني نحضرها ونوريها لخواتاتي اكيد خياتي. نقولكم مع السلامة في فيديو جديد ان شاء الله.